السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في تم صحة وأحسن حال يا رب دايما. هعمل معاكم النهارده إن شاء الله بإذن الله توست، برضو تعمل سندوتشات اللي انت عايزة تعمليه، يعني أي حاجة عندك هتمشي معاه برضو وتبقى حلوة للمدارس. نبدأ كده. سمي الله. معانا كوبايتين ونص دقيق، معانا بيضة واحدة، ومعانا معلقتين زبدة سايحة، ومعانا معلقة خميرة، كوباية الا ربع لبن، نص معلقة بيكنج باودر، معلقتين سكر. مقاديره سهلة جدا. هنحط معلقتين السكر الأول، نص معلقة البيكنج باودر، معلقة الخميرة، هحط الزبدة، معلقتين الزبدة، البيضة، فانيليا، ونبتدي بقى ايه نعجن باللبن. ورقة دي كوباية الا ربع طبعا، بس احنا بنحط ايه على حسب نوع الدقيق. زي ما انتم شايفين العجينة طالعة زي الملبن. هنخمره مرتين، مرة دلوقتي يقعد له ساعة الا ربع ساعة كده، ومرة لما نحطه في القالب، يعني ربع ساعة تلت ساعة في القالب. بصوا العجينة حلوة ازاي، بصوا حطها بقى كده تخمر ساعة الا ربع ساعة كده. بس هوريها لكم. زي ما انتم شايفين خمرت اهي، قعدتها ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين طلع العجينة ايه ملبن. نفردها كده فردة بسيطة ونلفها كده رول ونحطها في القالب تخمر ربع ساعة تلت ساعة. اهي زي ما انتم شايفين. هنلفها بقى كده. نحطها بقى في القالب ده، نسيبها كده ربع ساعة، اكتر من ربع ساعة هتبقى احسن واحسن. هسيبها انا بقى شوية واغطيها برضو واسيبها شوية اهي. هسيبها بقى انا كده شوية، ارجع لها بعد ما تخمر بقى تاني. زي ما انتم شايفين خمرت بقت زي الفل. بصوا لو سبتها تخمر اكتر تطلع لفوق اكتر. فانا ادخلها في الفرن دلوقتي على 180. زي ما انتم شايفين انا سبته لما يبرد، بس طبعا ما بردش قوي عشان اعرف اقطعه، بس برضو لسه دافي شويه. بصوا عامل ازاي. بصوا وزي ما انتم شايفين انا خلصت التوست. مش عارفه اقول لكم عامل ازاي، وريحته جميله جدا جدا، طالع هايش كده وجميل. في طراوه كده من هوريه لكم دلوقتي. من يعني زي السفنجه كده. اوريكم. بصوا الطراوه اللي فيه، بصوا حاجه كده يعني
ملبن، والله ملبن بجد. شوفوا عامل ازاي. بصوا الحلاوه، بصوا احلى توست بجد يعني. بصوا 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 دي كده. نحط بقى عليه الشوكولاته الاسبريت اللي احنا عاملينها. بصوا هوريها لكم بس عشان انا كنت ايه عاملاها وحطها في التلاجة. بصوا بصوا الجمال، التيست بتاعها جميل جدا، الطعم كمان اجمل بجد يعني. بصوا بصوا تعمليها كده لابنك وهو رايح المدرسة او مثلا في البيت وهو بيذاكر، حلوة جدا. مثلا انا بحطها يعني ساعات في التلاجة تروح ماسكة نفسها شوية. بصوا الحلاوة، بصوا ممكن تحط عليها بقى لو عندك موز، لو عندك لو حتة الموز كده عليها، فراولة، الحاجات الحلوة دي ولادك هياكلوها على طول وهتعجبهم ومغذية. كل الحاجات دي فيها مكونات حلوة قوي. التوست والشوكولاتة حاجة حلوة قوي قوي. يا رب تعجبكم وتتهنوا كده وتعملوها، وسنة جميلة ان شاء الله على الولاد كلهم يا رب. ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان وصلت توصل لكم. ميرسي قوي، سلام عليكم.